دي ال1000$ خدتهم مولت بيهم مستقبل أوريفليم معايا عشان أوصل لشيك ب100,000$. أنتوا متخيلين؟ ال1000$ دول صرفتهم على شغلي علشان أطلع وأوصل لشيك ب100,000$، وخدت ده وخدت ده وخدت عربية مرسيدس وخدت عربية كادجار. أنا وصلت عشان أنا ابتديت أمون شغلي. على فكرة دي حاجة مهمة جدًا، عشان في ناس تقول لِك إيه، أنا كسبت إيه من أوريفليم عشان أصرف عليها؟ أنا كسبت إيه من أوريفليم عشان أنا كمان أشارك في الإعلانات؟ أنا كسبت إيه في أوريفليم علشان تقولي لي أشترك في جروب بفلوس وأجيب أعضاء؟ هو بالضبط مشروعِك، هو مشروع، أنا فتحت مشروع والمشروع دوّة ابتدى يكبر، فأنا هازوّد فيه بضاعة، هازوّد فيه استثمار علشان يكبر أكتر، هاجيب موظفين أكتر وأدّيهم مرتبات علشان يكبر أكتر وأكتر. هي خطوات سلِّم، لو أنتِ فضلتِ على نفس السلِّمة وفضلتِ تتمشّي يمين وشمال ويمين وشمال، أنتِ مسيرِك هتتعبي وهتنزلي. هو لازم سلِّم النجاح يبقى طلوع، لازم تستثمري عشان تطلعي. بس قبل ده كله إن أنتِ تآمني بأوريفلام، تصدّقيها أوي، صدّقي الشغل اللي أنتِ فيه، لفّوا واسألوا، اعملوا search في جوجل. من فترة كده حد جه قال لي: "لأ أنا اشتركت في شركة مش عارفة إيه، والشركة دي بتدّيني فلوس، وعلى فكرة بتعمل زي أوريفلام بالضبط." قُلت لها: "طب ثانية واحدة بس خليكِ معايا." دخلت على جوجل وكتبت أقوى شركة بيع مباشر، أوريفلام. طب مش هاكتب أقوى شركة بيع مباشر، أقوى شركة أشتغل فيها وأجيب فلوس، أنا باكتب كده على جوجل، أنا باكتب كده في الsearch على جوجل أوريفليم، شركة قوية في الشغل المباشر وإدخال الأعضاء، أوريفليم. الشركة اللي أنتِ اشتركتِ فيها اسمها ما طلعش معايا ولا في search أول ولا تاني ولا تالت، أنتِ جايبة دي منين؟ لا، لا، لأ، دي شركة جديدة، أنتِ بتقارني شركة جديدة بشركة بقى لها 55 سنة عالميًا و25 سنة في مصر. طب ما قبلها زي ما مستر بدر كان بيقول، بس أنا باحب ألقّح بقى يا جماعة ما تزعلوش مني. قبلها كان في شركات تانية بقى لها سنة وسنتين و3 وعملت ضجة، وناس كتير راحت ليها واتفصلت في أوريفليم، عشان في الآخر الشركة اللي بقى لها سنة وسنتين و3 تقفل وتقول لِك شكرًا، أنتِ ولا طُلتِ ده ولا طُلتِ ده. أنتم بتتكلموا على قاعدة سنين كتير واسم ما اتهزّش. هو رقم 1 من ساعة ما اتعمل، هو رقم 1 من ساعة ما اتقال أوريفليم دوّة بتجيب فلوس، الفلوس اللي إحنا كلّنا بندوّر عليها دلوقتي. طَب عايزة أضيف حاجة بسيطة جدًا، الناس اللي دلوقتي بتقول الناس مش لاقية فلوس على فكرة عشان تشتري منتجات أوريفليم، أنتم عايشين في مَيّة البطيخ، هو الناس هتاكل ده إزازة الزيت بقت بكذا وكيلو اللحمة بقى بكذا، فالناس أنا عايزة أقول لكم بانزل أجيب لبس ولادي بتاع العيد، أنا قُلت لهم نفس الكلمة امبارح. أنتم بتخشوا المحل بتعملوا كده عشان تعدّوا من واحد وواحد، هو الموضوع ما كانش كده والله، الشارع نفسه أنا مش عارفة أمشي فيه، الشعب المصري كلّه في الشارع بيشتروا لبس وجِزم وبيخشوا محل اللي فيه makeup والمحل اللي فيه أنا والله فعلًا في عباس العقاد أنا ماسكة ولادي خايفة يتوهوا منّي، مش جوّه المحل ده في الشارع، دول الناس اللي معاهمش فلوس، طَب سيبكم من ده كلّه، الناس دي اللي معهاش فلوس اللي إحنا بنتكلّم عنهم دلوقتي هم بقوا بدل ما يشتروا محل بيخشوا محل brand بقوا يشتروا من الشارع، طب ما تساعدوهم، طب ما تشدّيهم كده قولي لهم على فكرة تعالوا أزوّد لكم دخلكم وتخشوا البراندات تاني، تعالوا كده اشتغلوا معايا في أوريفليم وأنتم قاعدين في بيوتكم مكرّمين وترجعوا يبقى معاكم فلوس وتقدروا تجيبوا اللي أنتم عايزينه، يعني ده أنسب وقت إن أنتِ تجيبي فيه حد business بجد لو أنتِ دخلتِ لأي بنت بتستعمل أوريفليم واستخدمت المنتجات وآمنت بيها اللي هي أول خطوة أنجِ بتتكلم عليها، اعرضي عليها قولي لها تعالي جرّبي اشتغلي في أوريفليم، دخّلي بنتين 3 معاكِ، أنا هاساعدِك في ده، هاقول لِك الطريقة وخلّيهم هُم كمان يشتروا المنتجات وأنتِ هتطلعي أول level وهتأمني بأول مرتب اللي هو دلوقتي بقى 60 جنيه مش ب30 أول ما اشتغلت. طب هتقول لِك لأ، أنا هاعرض على الناس دي إزاي؟ أنا هاعرض على الناس دي business إزاي؟ أنا عمّالة أقول للناس كلّها هنشتغل business يالّا مين عايز يشتغل ما حدش بيعبّرني، طب أنا هاقول لِك تكّاية كده صغيّرة ممكن تعمليها في جروبِك وهتشوفي الناس دي فعلًا
هتشترك معاكي ولا لا. خشي كرمي واحده على مرتب، قولي مبروك نسرين خدت اول مرتب 600 جنيه. طب انا لسه جديده، ده انا لسه 3%، ده انا لسه ببتدي شغل، ده انا لسه ما عنديش حد حتى كرمه، ما انا نفسي مش بتكرم. ادخلي كرمي نسرين على ان هي عملت ليفل وخدت 600 جنيه. مش لازم تبقى عندك، مش لازم تبقى حقيقيه، مش لازم تبقى موجوده. ادخلي قولي للناس اللي في الجروب ان في مرتبات في اوريفليم، مين تاني عايز ياخد المرتب ده بس. لو ما كانش يطلع لك ناس بتسأل على المرتبات، يبقى الموضوع تعالي قولي لي لا نسرين ما حصلش. ادخلي اعملي سكرين من مش اعملي الفيسبوك مليان سكرينات للمرتبات بتاعه اوريفلام، اعملي سكرين وقولي مبروك يا استاذه منى حضرتك خدتي الفلوس دي، مين تاني عايز ياخد الفلوس دي. هتلاقي ناس كتير قوي، الناس اللي بتقول ما عنديش ليدرات انا شغاله لوحدي انا مش لاقي حد يشتغل معايا، انت هتلاقي اكتر من واحده بتسالك بتقولك ايه ده ازاي في فلوس. هي ما تعرفش اصلا مع انك عماله تشرحي بتقولي يا جماعه مرتبات من البيت، يا جماعه في مرتبات، يا جماعه في ناس بتتكرم، يا جماعه ناس بتاخد فلوس. بس السؤال بيفرق مبروك ومين تاني عايز، ده هيفرق معاكي جدا وهيخليكي ناس تلاقي ناس كتير قوي عايزه تشتغل معاكي. وان شاء الله ان شاء الله كلنا هنوصل للحلم اللي اللي عايزين نوصل له وناخد اعلى فلوس. بس ما تستخسريش واصرفي عشان تلاقي، تصرفي ان 1000 شاء عشان الله. تلاقي 100,000. شكرا ليكم جدا ويا رب يكون في التوجو. ميرسي يا نسرين جدا جدا، حلوة جدا قصتك، وحلو فكرة ان احنا نفتح للناس باب رزق وباب يقدروا ان هم يحققوا بيه حاجات، وان احنا ننجح من خلال الناس اللي عندنا ان هي تنجح. اوريفليم قلنا بتقدم جمال، بتقدم مال، واوريفليم بتقدم حاجة متميزة مفيش شركة بتقدمها تانية، هي المتعة. والمتعة في اوريفليم بحاجات كتير. انا مش هتكلم كتير عشان الوقت بيجري. ف اكتر حد ممكن يكلمنا عن المتعه ويكلمنا عن الاستمتاع جوه اوريفليم مدام راويه عفيفي. مدام راويه اين انت؟ انا موجوده يا فاتن، ازيك يا اهلا حبيبتي، اخبارك بيكي. ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين، مبسوطه جدا اني معاكم النهارده، وهكلمكم عن حاجه كلنا بنحبها بلا استثناء، ما اعتقدش ان في حد ما بيحبش السفر يعني. و الله يخليك يا ما. اسمعوا لي في الاول خالص هعمل لكم حاجه جديده يعني ما حدش عملها قبل كده. هقول لكم اغنيه صغيره جدا بتعبر عن السفر في اوريفليم. بتقول ايه بقى؟ بتقول كلنا عايزين سعادة، بس إيه هي السعادة؟ ولا إيه معنى السعادة؟ قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي. أنا هقول لك بقى إيه هي السعادة. السعادة فعلا في السفر مع رجلين. ويا جماعة دي مش مبالغة، حقيقي دي مش مبالغة. أي حد سافر معانا سيمينار أو سافر بره مصر عارف إن السعادة فعلا هي في جميل البحر. يعني المايكات يا جماعه. اوريفليم بتخليك فعلا سعيد 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 في كل لحظه بتسافر معاها. وزي ما قلت لكم قبل كده في السيمينار اللي فات، السفر مع اوريفليم حاجه تانية، حاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه. انا طبعا سافرت مع اوريفليم كتير جدا، مش عايز اقول لكم قد ايه انا سافرت يعني. عايز اقول لكم اكتر من 100 مره جوه مصر وبره مصر، لفيت العالم كله تقريبا، كل القارات، اوروبا، الشماليه، مفيش حته في اوريفليم في العالم ما سافرتهاش مع اوريفليم. ففي حد بيعمل كده، في شركه في العالم بتعمل كده. انا بقالي 26 سنه في اوريفليم. عايزه اقول لكم ان السفر مع اوريفليم في ثلاث حاجات بتخليك سعيد، ثلاث مراحل يعني. اول حاجه قبل السفر، اوريفليم قبل السفر بتبعت لنا الجدول او البرنامج بتاع السفر. فانت قبل ما تسافر مثلا باسبوع تبتدي تحس بسعاده. ايه السعاده دي؟ انا هلبس ايه، هعمل ايه، وابتدي اظبط نفسي واجيب حاجات جديده وابتدي احساس سعاده سعاده. بعد كده بقى لما بروح السيمينار او بروح طبعا بره مصر، دي عايزه اقول لكم انها في منتهى السعاده اللي في الدنيا. الواحد اولا اوريفليم بتعمل لك السفر ده مجانا، ما بتدفعش ولا مليم ولا جنيه واحد بالسفر، يا دوب بتاخد شنطه سفرك وتروح. اوريفليم بتنقلنا احسن مكان في الدنيا، يعني كل بتودينا في اماكن 5 نجوم، احسن فنادق، احسن اماكن، احسن حفلات، احسن تكريمات.
انت بتحس مع اوريفليم وانت بره مصر او جوه مصر ان انت كده ايه العالم ده، انا جيت عالم تاني، انا مش متخيل العالم ده. السفر مع اوريفليم يا جماعه بيديك طاقه وحيويه، انت بتبقى مش عارف هي جايه منين يعني. فعلا اي حد سافر حاسس بيا اكيد. بسافر واجي احس ان انا عندي طاقه عايزه اكسر الدنيا، بشوف حاجات جديده، بتعرف على ناس جديده، بشوف اماكن جديده، بيبقى في تجربه جديده. ايه الجمال ده اللي بتعمله اوريفليم عمرها اوريفليم ما عملت لي حاجه نص نص، يعني ما افتكرش ابدا ان اوريفليم ودتني جوه مصر او بره مصر في حاجه يعني نص ابدا. دايما بالطب، دايما اعلى حاجه في البلد، دايما احلى فندق في البلد، دايما احلى فسحه في البلد. كل حاجه بتعملها لها اوريفليم بتبقى يعني 100 100. انت لما بتسافر بره مصر كمان بالذات بتلاقي ثقافات جديده، بتتعرف على ناس من بلاد جديده، بتشوف اكلات جديده، بتوسع لك افاقك، بتخليك ان انت ايه ده، هو في حاجات كده في الدنيا، في حاجات كده في العالم. عايزه اقول لك ان التغيير يا جماعه في حياتنا مهم جدا. التغيير ان انت ما تبقاش ماشي على وتيره واحده وتيره واحده. حتى ربنا خلق لنا الجو بتاعنا في تغيير، يعني في صيف، في شتاء، في ربيع، في خريف. ربنا عارف ان الانسان بيحب التغيير دايما، فربنا خلق لنا حتى الجو بتاعنا دايما حاجات مختلفه. فالسفر ده نوع من التغيير اللي بيحصل لك، بيخليك كده، بيديك نشاط وحماس جميل، وبيديك متعه ذهنيه غريبه. بعد كده المرحله اللي بعد السفر بقى بتيجي بذكريات رائعه، يعني ذكرياتك في السفر ده بتقعد من السفر للسفر بذكريات. انت بتحس انك انت صور معاك، تكريماتك. ده احيانا انا لما اكون مثلا ساعات مثلا عليا ضغط او مثلا متضايقه شويه او حاجه، بروح مطلعه التكريمات بتاعتي في السفر، الصور بتاعتي في السفر، ابص الاقيني يا بحب الدنيا كلها، بحب العالم، ابص الاقي جالي طاقه مجرد ما شفت الصور والذكريات بتاعتي في السفر. بحس ان انا يعني بحب الدنيا فعلا سعاده، سعاده زي ما قلت لكم. هي اوريفليم هي السعاده فعلا. عايزه اقول لكم حاجه في الاخر بقى، اخر خالص، انا عايزاكم يا جماعه تبصوا لنفسكم وتقولوا كلمه واحده بس. حس ان انت تستحق ان انت تكون في وضع احسن من اللي انت فيه. قول لنفسك كده، انا استحق ان انا اكون في بيت احسن من اللي انا فيه، استحق اكون ولادي في مكان وفي مدارس وجامعات احسن من اللي هم فيها، انا استحق يبقى معايا فلوس واصرف واحس ان انا ممكن اجيب اي حاجه انا عايزها. كل ده هيجي بايه؟ انك تشتغل اكتر واكتر واكتر، وادي مجهود اكتر واكتر واكتر. لو اديت اوريفليم مجهود قد كده هتديك مجهود قد كده، هتديك نتائج ما تتخيلهاش. فانت اتعب وهتلاقي نتائج من اوريفليم مبهره. اشكركم جدا واتمنى ان اكون وصلت لكم احساس السفر. شكرا. بجد بجد ميرسي جدا مدام راوية، اديتينا طاقة حلوة جدا، وأحسن حد ممكن يتكلم على السفر في أوريفليم، لأن حضرتك ما شاء الله سافرتي كتير جدا مع أوريفليم، وسافرتي في سفريات مختلفة، سواء سفريات توب 15 عالمية أو سفريات اكزيكتيف أو سفريات دايموند أو سفريات جولد وسفريات كتيرة جدا. فبجد استمتعنا جدا مع حضرتك بالكلام عن المتعة في أوريفليم. طب ايه اللي احنا المفروض نعمله دلوقتي؟ اللي احنا المفروض نعمله دلوقتي، لو انا لسه ببتدي او لو انا حتى موجوده وعامله مستويات، انا محتاجه ان انا ادور على اقرب 30 حد انا ممكن اتكلم معاهم على اوريفليم، زي ما القاده الجمال بتوعنا اللي انا بشكرهم بجد من قلبي، واللي بجد عملوا فرق كبير جدا 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 النهارده، واللي كومنتاتكم كلكم بتقول قد ايه انتوا خدتوا منهم شحنه وطاقه وجمال للاجتماع. عملوا نجاح، عملوه علشان هم كانوا بيدوروا ازاي ان هم يقدروا ان هم يلاقوا ناس جديده، ان هم بيتكلموا عن اوريفليم وعن قصصهم مع اوريفليم مع كل الناس. ده اللي انتم محتاجين تعملوه، دوروا على اول 30 اسم، اذا عملوا القصه بتاعتكم ابداوا اتكلموا معاهم عن قصتكم، ايه اللي انتم استفدتوه من اوريفليم. نسرين لما اتكلمت على اول مكافاه كانت 80 جنيه، ما اتكلمتش على رقم رهيب، بس الرقم ده كان عامل معها فرق. انجي لما اتكلمت على استخدامها هي للمنتج، وده كان اكيد حاجه قويه جدا. مدام راويه عن متعه السفر، وعن ان اوريفليم دايما بتعمل حاجات مختلفه، وان هي دايما بتكون مستمتعه
مع السفر مع اوريفليم. كل واحد فينا عنده حاجه ممكن يكون وصل لها مع اوريفليم، حتى لو استخدام منتج، حتى لو وفر ان هو اخذ المنتجات بخصم 23%. اتكلموا مع الناس، اتكلموا بثقه، اتكلموا بحماس، زي ما انتم شفتوا القاده الرائعين بتوعنا النهارده بيتكلموا بحماس، والحماس ده وصل لنا، وصل لكم كلكم، والكومنتات بتاعتكم بتقول ده. زي ما انتوا كمان محتاجين ان انتوا تعملوا ده مع كل معارفكم وجيرانكم واصحابكم. تاني، انتوا بتقدموا للناس فرصه، زي ما نسرين قالت، ان هم يزودوا دخلهم وان هم يغيروا حياتهم ويحققوا احلامهم. اتكلموا بثقه علشان انتوا بتعملوا حاجه قويه جدا جدا جدا. شدوا حيلكم، عندنا شهر قوي، عندنا اعياد جايه، كل سنه وانتم طيبين. بس قبل الاعياد زي ما مستر بدر قال، محتاجين ان احنا نزق علشان نقدر ان احنا نطلع باحلى ارقام ممكنه. شكرا 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 مدام راويه، شكرا 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 مدام نسرين، وشكرا شكرا شكرا مدام انجي. نشوفكم على خير جميعا. استمتعنا معاكم جدا بالاجتماع النهارده. شكرا. في اجتماع تاني كمان 5 دقايق، ف we will go. شكرا يا جماعه جدا. مدام راويه كنت بتقولي حاجه؟ لا بقول لك شكرا حبيبتي، كان اجتماع ميرسي جميل. يا حبيبتي، ربنا شكرا ليكي يخليكي. يا استاذه فاتن. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي لتعبك جدا معانا. ليكم يا جماعه، ميرسي جدا ليكم يا جماعه جدا. شكراً. شكرا، نشوفكم على خير. باي باي.